كل اللي محتاج تعرفه عن الايفنتس في جوجل اناليتكس 4 موجود في الفيديو ده، بس خلي نفسك طويل. وعلشان نكون محددين هنشرح بالتفصيل ابتداء من المعلومات النظريه اللي في الاغلب انت عارفها بس محتاجين نفكرك بيها، وهي تعريف الايفنت، انواع الايفنتس في جي 4، لحد ما نوصل مع بعض للجزء العملي، وهو انك تعرف ازاي تعمل كرييشن للكاستم ايفنت على جي تي ام وتستقبل الداتا بتاعته على جي 4، وازاي تعدل الايفنت وتعمل كاستم ايفنت على جي 4. ولو حابب تعمل سكيب للجزء اللي انت عارفه هتلاقي الفيديو تحت متقسم لشابترز تقدر من خلالها تروح على الجزء اللي انت محتاجه على طول. ويلا بينا نبدا. الايفنت ببساطه هي اداه بتسمح ليك انك تقيس وتخزن تفاعل اليوزر على الويب سايت بتاعك او الاب بداتا رقميه، زي مثلا انك تعرف عدد اليوزرز اللي ضغطوا على زر تسجيل البيانات لفورمه معينه، او عملوا اد كارد لبرودكتس عندك على الابلكيشن. والايفنتس بتنقسم لنوعين اساسيين، وهما ايفنتس بتتجمع بشكل اوتوماتيك، وايفنتس بتحتاج تعملها بنفسك علشان تقدر تشوف الداتا بتاعتك. والنوع الاول بيشمل نوعين من الايفنت، واحد اوتوماتيكلي كولكتد ايفنتس، وهي الايفنتس اللي جوجل اناليتكس بيجمعها لوحده لما بتعمل له سيت اب على الويب سايت بتاعك او الابلكيشن من خلال جوجل اناليتكس فور فاير بيز اس دي كي او جي تاج دوت جي اس. رقم 2 الانهانسد ميجرمنت ايفنتس، وده نوع يعتبر بيلت ان في جي 4 بس بتحتاج تعمل لها انيبل من الداتا ستريم سيت اب. والفرق بينها وبين النوع الاول ان عندك الامكانيه انك تشغلها او ما تشغلهاش كلها وتشغل جزء منها وتتحكم في الايفنتس بشكل اكبر. والنوع الثاني من الايفنتس في منه نوعين، واحد ريكومندد ايفنتس، ودي الايفنتس اللي جوجل اناليتكس موفرها ليك عشان تختار منها ما يناسب البيزنس بتاعك، وبتكون اوريدي متعرفه بالنيم او البارامتر، وكده كده لازم تبعتها من خلال جي تي ام وتتاكد انك كاتب اسمها صح بناء على توجيهات جوجل. واخر نوع ايفنتس واللي هنروح نعمله دلوقتي في الفيديو ده وهو كاستم ايفنتس، والنوع ده من الايفنتس بتستخدمه لما بتكون عايز تقيس حاجه محدده متفصله على البيزنس بتاعك، زي مثلا انك تعرف عدد اليوزرز اللي استهلكوا سيكشن معين من بيج عندك على الويب سايت، او انك تعمل كاستم ايفنت يعرفك البرودكت ستاتس اذا كانت ان ستوك او اوت اوف ستوك في حاله لو انت اي كوميرس ستور. والكاستم ايفنت متوفر منه شكلين، اول شكل بنعمله فروم سكراتش وده بيبدا وينتهي على جي تي ام، والشكل الثاني ده بقى جديد بيتعمل على جي 4، وده عباره عن كاستم ايفنت بيعتمد على ايفنت تاني لاي نوع من انواع الايفنتس. اخر الفيديو هنشوف امثله عمليه للنوعين دول مع بعض، بس خد بالك قبل ما تفكر تعمل كاستم ايفنت اتاكد الاول ان الايفنت اللي انت رايح تعمله ده مش موجود في باقي انواع الايفنتس، وده لان مش مسموح لك تعمل اكتر من 500 كاستم ايفنت، وعدد البارامترز اللي جوه كل ايفنت 25 بس. فكر كويس وشوف انسب استخدام ليهم ايه. لحد هنا المفروض انك فهمت معظم المعلومات النظريه اللي محتاج تعرفها عن الايفنت. واول حاجه هنعملها هي اننا نبدا نعمل مع بعض النوع الاخير من الايفنت وهو الكاستم ايفنت بالشكل الاول عن طريق جي تي ام، من اول ما تفكر فيه لحد ما تستلمه على جي 4. تخيلوا معايا ان احنا على ويب سايت اسمه اكس بروجكت وعايزين نعمل ايفنت يوضح لنا عدد الكليكس اللي بتحصل على هيدر ايتمز في الويب سايت، وعشان نعمل ده محتاجين نمشي على 3 خطوات اساسيه. رقم 1 اننا نحدد نوع الفاريبلز المناسبه للايفنت. 2 نحدد التريجر اللي عايزين الايفنت ده يحصل على اساسه. 3 هو اننا نعمل نيو تاج فيها تفاصيل الايفنت والبارامترز اللي عايزين نستقبلها على جي 4. بس خلينا نتفق، انا هنبدا الخطوات دي على اعتبار انك عامل سيت اب لجي 4 بروبرتي على الويب سايت بتاعك من خلال جوجل تاج مانجر، بس لو لسه ما عملتوش روح شوف الفيديو ده الاول وبعدين تعالى كمل باقي الخطوات، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. الهدف بتاعنا في المثال ده هو اننا حابين نعمل تراكنج للكليكس، فقبل ما نبدا على جي تي ام هنتاكد اننا مشغلين التريجرز والفاريبلز اللي ليها علاقه بالكليكس، وده علشان نحدد بالظبط ايه منهم اللي هنستخدمه بناء على الخطوات اللي لسه قايلينها، وهنعمل ده بالخطوات دي. هنفتح جي تي ام وهنروح على تريجرز، نيو تريجر كونفيجريشن، هيظهر لنا منيو، هنختار من الاختيارات الكليكس اول element ونتاكد اننا مختارين اول كليكس، وبعدين هنسمي التريجر وليكن مثلا اول كليكس ونعمل سيف. نروح على الفاريبلز وندوس على كونفيجر، من المنيو دي عند الكليكس هنعمل انيبل لكل انواع الكليك. يلا بقى نبدا خطواتنا الاساسيه. اول حاجه زي ما اتفقنا هي 1 تحديد الفاريبلز على جي 4، وهنا انا بدور على صفه مميزه للشيء اللي محتاج اخزنه في الفاريبل بتاعي. وفي المثال بتاعنا علشان نعرف ده هنحتاج ندخل على الديباج مود من على جي تي ام من خلال اننا نفتح جي تي ام وندوس على بريفيو ونكتب يو ار ال الويب سايت وبعدين ندوس كونكت ونضغط على هيدر ايتمز واحنا دايسين على زرار الكنترول من الكيبورد، وده علشان يفتح لنا نيو تاب. كل مره نضغط فيها كليك هنروح على جي تي ام كونتينر ديباجنج ونضغط على كليكس وبعدين نروح نشوف الفاريبلز، ونلاقي هنا ان فاليو كليك تكست فاريبل بتتغير من بطل للتاني، اذا هنعتمدها كفاريبل للايفنت بتاعنا. وبكده نكون اتاكدنا من وجود الفاريبل المناسب. ودلوقتي هنعمل كرييشن للتريجر، وهنا احنا عايزين نحدد ايه الاكشن اللي وقت ما يحصل التاج ده يفاير. في المثال ده احنا ممكن نعمله بالكليك تكست بتاع الهيدر ايتم، وهنعمل ده من جي تي ام.
هنختار triggers new trigger configuration. من المنيو هختار all element، وعند this trigger fires on هنختار some clicks، وهنختار click text matches regex عشان يكون عندنا الإمكانية نضيف أكتر من قيمة للclick text. وهنا هكتب أسماء الايتمز الموجودة في الهيدر، وبين كل واحد والتاني هنضيف سلاش، وده علشان يقدر يقرأ أكتر من قيمة. ولازم نتأكد إن مفيش مسافات بين الكلمات، وممكن ناخد الهيدر ايتمز copy paste من الهيدر، وده علشان تبقى accurate أكتر. وآخر حاجة هنسمي التريجر، وليكن مثلا header link clicks، وبعدين نضغط سيف. وكده احنا عملنا التريجر. وآخر خطوة في الكاستم ايفنت هو ان نعمل create new tag، وده هنعمله من جوجل تاج مانجر. هنختار tags new tag configuration، وهنختار جوجل اناليتكس GF4 configuration. وعند الكونفيجريشن تاج هنختار GF4 configuration. وفي الايفنت نيم هنكتب اسم الايفنت وليكن مثلا header links. وهنا جوجل بيرشح لنا نستخدم حروف سمول في التسميه للايفنت والبارامترز. في البارامتر ممكن نكتب header item. في الفاليو هنختار click text variable، وهننزل على سيكشن التريجر نعمل عليه كليك ونختار header link clicks اللي لسه عاملينه، وبعدها هنعمل رينيم للتاج ونضغط سيف. هنروح نتست الايفنت من خلال الديباج مود قبل ما نعمل سبميت بنفس الخطوات اللي لسه عاملينها من شويه. هنلاقي الايفنت اتسمع على GTM كونتينر. ولازم تبقى عارف الايفنتس هتبتدي تظهر في GE4 بعد 24 ساعه، بس تقدر تشوف الايفنتس في ريل تايم ريبورتس والديباج فيو. ومن خلال الديباجنج احنا نقدر نشوف اللي بيحصل بشكل مباشر، كل اللي بيستقبله GE4 من GTM، وشكل الانتراكشنز كلها بالخطوات دي. هنفتح GE4 ونختار من ادمن ديباج فيو، هنلاقي ظهر الايفنت. هنضغط عليه عشان نشوف البارامترز اللي عملناها، واللي هقولك في الفيديو الجاي ازاي تقدر تحولها لكاستم دايمنشن وتستخدمها في قراءه الداتا. وبما ان اتاكدنا ان الايفنت بيسمع بشكل مظبوط، هنرجع بقى على GTM وندوس سبميت ببلش وبعدين كونتينيو. بس كده تم عمل الايفنت بنجاح. بعد ما عرفنا ازاي نعمل كرييشن للايفنت على GTM، جه الوقت ان اقولك ما تقلقش، الفيديو قرب يخلص وفاضلك بس اخر نقطه عمليه، وهو انك تعرف ازاي تعمل كاستم ايفنت بناء على ايفنت تاني، وانك تعمل تعديل للايفنت نفسه على GE4. تعالى نعمل كاستم ايفنت على ايفنت تاني دلوقتي. لنفترض مثلا اننا عايزين نعمل ايفنت عرفنا عدد المرات اللي حصل فيها بيج فيو على ثانك يو بيج تحديدا، هنسميه ثانك يو بيج فيو، وده بناء على الايفنت الاساسي هو البيج فيو، علشان يظهر لنا الداتا بتاعته في ريبورتس بشكل منفصل. وكمان اقدر استخدمه ككونفرجن لو حبيت. والخطوات هي اننا هنروح على الادمن سيكشن، نختار ايفنتس، بعدين كرييت ايفنت، وهنكتب هنا في الايفنت نيم اسم الايفنت اللي احنا عايزينه وهو ثانك يو بيج فيو. في البارامتر هنختار التفاصيل اللي هيتعرف بيها على الايفنت اللي هنبني عليه، وهو هنا الايفنت نيم ايكوالز البيج فيو. ولازم تتاكد ان الايفنت نيم بنفس الاسم اللي بتستقبله على جوجل اناليتكس في الديباج فيو، وكمان حروف سمول. تاني خطوه هنعمل اد كونديشن، وهنختار page location contains ونكتب thank you، وده لانها جزء من URL للثانك يو بيج. فاي تاج هيبعت الايفنت ومعاه البيج URL في الجزء اللي بيتطابق مع الشرط ده هيزود قيمه على ايفنت الثانك يو بيج فيو اللي بنعمله ده، وعلى كمان الايفنت الاساسي وهو البيج فيو. وبعد ما تخلص اضغط كريت، وبكده نكون عملنا كرييشن للايفنت على GE4. تعالى بقى نعمل بسرعه تعديل للايفنت، وخلينا نختار ايفنت البيج فيو اللي بيحصل على الهوم بيج، وهنغيره من بيج فيو لهوم فيو. والخطوات هي اننا هندوس على موديفاي ايفنت كرييت، وبعدين نكتب في الموديفيكيشن نيم هوم فيو. في البارامتر هنختار الايفنت نيم ايكوالز بيج فيو، وهنعمل اد كونديشن ونختار بيج لوكيشن ايكوالز، ونعمل كوبي بيست لليو ار ال بتاع الهوم بيج. في النيو فاليو هنكتب تعديل لقيمه الايفنت نيم للهوم فيو، وبعدين نضغط كريت. وعشان نعمل تيست هنروح الاول على بريفيو عشان نوصل للديباج مود، وبعدين ندخل على الهوم بيج هنلاقي ان ايفنت الهوم بيج ظهر. وبعد ما عرفت المعلومات دي عن الايفنت، تفتكر الايفنتس اللي بتحصل على الويب سايت بتاعك تتسمع في GE4 بشكل منفصل واحد ورا التاني ولا كباتش كلها مع بعض؟ الإجابة إن معظم الإيفنتس اللي بتحصل على GE4 بتوصل في شكل باتشز مجمعة فيما يعرف بالإيفنت جروبينج، ما عدا بعض الحالات اللي هقولك عليها دلوقتي. رقم 1 لو الإيفنت اللي هيوصل واحد من الكونفرجن إيفنتس، لأن ساعتها ممكن يوصل بشكل منفصل عن الباتشز اللي خاصة بالكونفرجن إيفنتس اللي بتتبعت بعد مدة زمنية معينة. رقم 2 لو أنت في الديباج مود على GTM وتقدر تشوف الإيفنت اللي حصل دلوقتي من غير ما يتعمل له جروبينج، وده لأن الكونتينرز لودد الموجودة في GTM اللي بنقدر نتراك من خلالها كل التاجز ما بتحطش الإيفنتس في باتشز، وده علشان تقدر توفر لك ريل تايم داتا اللي بنشوفها في الديباج فيو وريل تايم ريبورتس. رقم 3 لو اليوزر فقد الانترنت كونكشن خلال السيشن، وده لان هنا جوجل اناليتكس بيخزن كل الايفنت داتا على اليوزر ديفايس وبيبعتها واحد ورا التاني بمجرد ما اليوزر يكون اونلاين، ما دام ما عداش عليها 72 ساعه. لكن لو عدت ال 72 ساعه جوجل اناليتكس بيعتبرها ما حصلتش. انت كده عرفت كل المعلومات اللي محتاج تعرفها عن الايفنتس النظريه والعمليه. ولو عايز تعرف بشكل عميق كل المعلومات اللي محتاج تعرفها عن الكاستم دايمنشن، يبقى لازم تشوف الفيديو الجاي.